الحب. كل المشاكل اللي قابلتها ليها علاقة بالحب. الأفلام الرومانسية المصرية من أهم أنواع الأفلام اللي عندها شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي، وهي أكتر الأفلام اللي بتجيب مشاهدات وبتعجب ناس كتير جدا. خليني أقولك في الفيلم ده من أفضل الأفلام الرومانسية في السينما المصرية. يلا بينا. وأول فيلم معانا فيلم سهر الليالي. فيلم سهر الليالي طبعا من أجمل أفلام الرومانسية، هو من أفضل 5 أفلام رومانسية في تاريخ السينما، وهو بيتكلم عن مجموعة من الصحاب علاقتهم العاطفية والزوجية متوترة شوية، وهم بيسافروا من القاهرة لإسكندرية وبيعيدوا حساباتهم تاني في علاقتهم الزوجية. وهتشوف طبعا من أجمل الأغاني اللي مفيش فرح يقدر يستغنى عنها أغنية سهر الليالي. الفيلم بطولة شريف منير وخالد أبو النجا، فتحي عبد الوهاب، أحمد حلمي، ومنى زكي، وحنان ترك، وعلا